تعالوا نتخيل لو كان الكمبيوتر ما ينفعش يشغل أكتر من برنامج في نفس الوقت. كان زمانك لو محتاج تعمل ده دلوقتي هتبقى محتاج كذا كمبيوتر، مثلا واحد تشغل عليه الواتس والتاني تشغل عليه البراوزر، واحد تالت لأي حاجة تانية وهكذا. ازاي بقى الكمبيوتر بقى بيقدر يعمل ده، وايه دور أنظمة التشغيل في حاجة زي كده وبتعمل ايه؟ وهو ده اللي هندردش فيه في حكاية النهاردة على كودكس لاين. أول ما بتجيب أي جهاز جديد عادة أول ما هتشغله هتلاقيه مجرد شاشة سوداء واللي بنقول عليها كوماند لاين، ولو كتبت أي أمر بتستناه لحد ما يعالج الأمر ده ويطلع النتيجة. والكمبيوتر بيقدر يشغل برنامج واحد بس، يعني نقدر نقول الكوماند لاين ده برنامج، وزمان كان بيتحط على الكمبيوتر برنامج واحد بس على حسب كانوا هيستخدموه في ايه. مثلا لو للحسابات هيبقى ليها برنامج، ولو للرسم هيبقى ليه برنامج تاني برضه وهكذا. واللي يبان ان الكمبيوتر ما كانش لسه متعدد الاستخدامات بشكل كافي الى ان ظهر نظام التشغيل، واللي في حد ذاته مجرد برنامج برضه، اي ابلكيشن. وبعد ما نسخة بتفتح بتلاقي بقى شوية البرامج اللي انت بتستخدمها زي المتصفح وغيره. ولما بتطلب من نظام التشغيل انه يفتح حاجة منهم زي المتصفح كمثال، بيقوم مكريت حاجة اسمها بروسيس، اي عملية. واي برنامج تاني بتؤمر النظام انه يفتحه بيكريت له عملية جديدة، وكل عملية لازم تكون متكونة من ثريد، اي مهمة واحدة على الاقل. ده معناه ايه؟ تعالوا نفترض ان عندي قائمه بسجل فيها العمليات اللي هقوم بيها النهارده. مثلا بخطط اني اروح اجيب حاجه من السوبر ماركت، دي هي البروسيس. وعشان انفذها هقوم بخطوات او مهام ثريد. مثلا انهي سوبر ماركت هروحه، دي ثريد، وازاي هروح هناك، ودي ثريد تانية. وكل ثريد بتتقسم لأوامر instructions اللي هي بقى خطوات التنفيذ. ولحد هنا ممكن نقول إن نظام التشغيل هو اللي خلى الكمبيوتر يبقى متعدد الاستخدامات، وتقدر تستخدم أكتر من برنامج مختلف في نفس الوقت، لأنه قسم كل العمليات اللي المفروض تتم إلى threads أو مهام. مين بقى اللي بينفذ الثريدز دي أو المهام في الكمبيوتر؟ هو السي بي يو، مخ الكمبيوتر، واللي تقدر تلاقيه جوه الصندوق الكبير اللي دايما حاجز جنبك مكان على المكتب، واللي لو بصينا جواه هنلاقي لوحة كبيرة بنقول عليها ماذر بورد، وبيبقى عليها قطع كتير كل واحدة فيهم بتقوم بوظيفة معينة. ونسيبنا من كل القطع دي لأنها برضو مش موضوعنا، ونركز على أهم قطعة في الليلة دي كلها، وهو السي بي يو، المعالج المركزي. وده بقى العقل المدبر للجريمة كلها، وكل القطع اللي على اللوحة دي مجرد شوية حاجات بتساعده علشان يقوم بهدفه الوحيد اللي هو تنفيذ الثريدز وتحويل الأوامر اللي فيها لشوية إشارات بيبعتها للأجزاء التانية اللي متصلة بيه، زي مثلا الشاشة، السماعات وهكذا، علشان يحصل شيء معين، مثلا صوت يطلع من السماعات أو يظهر لك حاجة على الشاشة. وعلشان كده بتلاقي أماكن توصيل الأجهزة دي قريبة جدا من مكانه على المذر بورد. ونظام التشغيل بيستخدم حاجة في الموضوع ده بقى اسمها سكادجولر، هي اللي بتجدول الثريدز أو المهام دي، واللي السي بي يو المفروض يبدأ يشتغل عليها وينفذها واحدة ورا التانية. وبكده كأننا ادينا السي بي يو حقنة خارقة، رغم ان هو نفس السي بي يو اللي معذبني بقاله سنين ما اتطورش، وبيعذبه حبتين زي ما عذبنا ببطء زمان، ومشواره رايح جاي لحد ما ينفذ كل المهام. وبكده بقى عندنا سي بي يو بيقدر ينفذ اكتر من حاجة في نفس الوقت بفضل أنظمة التشغيل الاوبريتنج سيستمز. لكن هل احنا كده سرعنا الكمبيوتر وبقى بيقدر ينفذ كذا حاجة في نفس الوقت فعلا؟ ما اظنش، لان الفرق الوحيد انه بيخلي السي بي يو يشتغل على كل مهمة منهم بالترتيب وينقل للي بعديها وهكذا. يعني لو عندي مهمتين كل واحدة فيهم بتاخد دقيقة، ساعتها هيستغرق تنفيذ المهام دي دقيقتين. واللي اغلبنا كان بيلاحظوا زمان ان لو اي برنامج من اللي انت كنت مشغله على النظام كان بياخد وقت طويل جدا لتنفيذ الثريد بتاعته، كان بيهنج نظام التشغيل نفسه. وكان الحل الوحيد زي الدعم ما بيقول رستر الجهاز. ومن هنا ابتدى التفكير، هو ليه ما يبقاش عندنا كمبيوتر فيه اكتر من سي بي يو، وبالتالي نقدر ننفذ اكتر من عملية في نفس الوقت زي ما عملوا مع الرام. بالفعل في كمبيوترات فيها اكتر من سي بي يو، ولكن بيقتصر على السيرفرات لانها بتشتغل ككمبيوتر منفصل. وده معناه انها مش هتديك فرق في السرعة، لكن هتخليك تقدر تنفذ اكتر من حاجة في نفس الوقت، ولكن بتكلفة اكبر واحتمال فشل اكتر، لان المركب اللي ليها رئيسين تغرق. تخيل معايا كده ان في مهمتين بيحصلوا في نفس الوقت،
وبيعتمدوا على حاجة مشتركة. مثلا ابتدوا يعالجوا أوامر علشان يظهروا لك حاجة على الشاشة، ساعتها مين فيهم اللي هتتنفذ الأول؟ وبالتالي الدنيا هتبوظ. وده السبب إن في شركات كبيرة زي IBM عام 2001 أنتجت أول بروسيسور متعدد المهام، واستمر التطوير في الشركة دي وشركات مختلفة زي انتل برضو لحد ما بقى فيه حاجة زي كور i7 وكور i9 وهكذا. واللي يسيب لنا سؤال، هو الكور ده بيعمل ايه؟ تعالوا نرجع للمثال اللي قلنا عليه في المرة اللي فاتت، ولما قلنا ان عندنا قائمة وفيها عمليات، وكل عملية بتتكون من مهام، والمهام بتتكون من أوامر، والسي بي يو بيقدر ينفذ مهمة واحدة بس كل مرة. ولكن الجديد مع إضافة الكورز بقينا نقدر ننفذ أكتر من مهمة في نفس الوقت. يعني ممكن نقول إن هما شبه العمال، والسي بي يو هو صاحب العمل، والسي بي يو بيبدأ يوزع المهام على العمال دول اللي هي الكورز. يعني هل ده معناه اني لما اجي اشتري سي بي يو جديد اجيب اللي فيه كورز كتير؟ مش اكيد، لان في شيء مهم تاني وهي سرعة المعالج نفسه. مثلا ايه الافضل، بروسيسور كور i9 سرعته 1 جيجا هرتز ولا كور i5 سرعته 3 جيجا هرتز؟ هنا بقى الاختيار هيكون بناء على احتياجك. مثلا لو انت شخص بتشغل برامج كتير في نفس الوقت يبقى الاختيار الأول أفضل، ولو بتفضل السرعة عن تشغيل أكتر من برنامج في نفس الوقت زي الناس مثلا اللي بتحب الألعاب يبقى الاختيار التاني أفضل. وعشان كده بنلاقي إن معظم الكمبيوترات اللي بتشتغل كسيرفر السي بي يو بتاعها عدد الكورز فيه كتير بشكل مبالغ فيه، واللي بيوصل لفوق ال 16 كور، وللأسف بتبقى بطيئة. وعشان تقدر توفر الحاجتين هتبقى التكلفة عالية جدا. ومن هنا ممكن نسأل، هو ليه ما يحطوش البروسيسورات دي في اللابتوبات والموبايلات؟ ده أجدعها لابتوب بيبقى أقل من ده بكتير فعلا، ولأن النوع ده من المعالجات عيبه إنه بيستهلك طاقة بشكل خرافي، فهو مش مناسب للأجهزة اللي بتعتمد على بطارية. وعلشان كده نادرا لما بنشوف موبايل فيه مثلا معالج بيحتوي على فوق 16 كور. ولكن الخبر الكويس إن الشركات دي بقت بتضيف للبروسيسورز شيء اسمه simultaneous multithreading، والخاصية دي مشهورة قوي في معالجات انتل تحت اسم هايبر ثريدنج، ودي بتسمح ان الكور يقدر يقوم بشغلانتين في نفس الوقت، وبالتالي استهلاك اقل للطاقه. وكمان قدرت تضاعف قدره السي بي يو، يعني لو السي بي يو فيه 10 كور يقدر يشغل 20 مهمه في نفس الوقت. فحلو قوي لو بتشتري جهاز جديد انك تشوف واحد بيدعم الخاصيه دي. ولحد هنا عرفنا ازاي الكمبيوتر بيقدر ينفذ اكتر من مهمه. ويجي سؤال تاني، هو الكمبيوتر بيفتكر الاوامر والعمليات اللي هتتنفذ دي ازاي؟ هل بيحفظها في دماغه اللي هي السي بي يو برضه ولا ايه؟ الحقيقه لا، هو مش بيحفظها في السي بي يو لانه شبه البني ادمين بالظبط، بينسى. وعلشان كده بيحتاج مكان يحفظ فيه البيانات دي لفتره اطول، بالبلدي ورقه وقلم. فاكرين القطع اللي في المذر بورد واللي قلنا ان كلهم بيخدموا على السي بي يو علشان يقوم بمهامه؟ في بقى كام قطعه منهم مهمتهم هي حفظ البيانات، وبيتقسموا لنوعين. النوع الاول مكان بيحفظ فيه البيانات اللي مش بيستخدمها كتير زي الهارد ديسك او الفلاش ميموري، واللي شبه الكتب بتاعه الدراسه اللي ما بنفرطش فيها ابدا على اعتقاد انك في يوم من الايام هترجع لها. والنوع التاني هو الرام، وبيحفظ فيه البيانات اللي بيحتاج يرجع لها بسرعه زي الملخص اللي قبل الامتحان، ولازم تبقى قريبه منه علشان يقدر يعرف ايه الامر اللي عليه الدور انه ينفذه. وكمان بالمره بيحفظ شويه بيانات بيعتمد عليها خلال تنفيذ الاوامر دي. ولو بصينا على المذر بورد هتلاقي ان الرام هي اقرب شيء للسي بي يو عشان يقدر يوصل لها بسرعه. وزي ما قلنا ان السي بي يو شبه عقل الانسان، فممكن يفتكر شويه حاجات بسيطه يا دوب اللي لازماه خلال تنفيذ امر معين. والسي بي يو عنده ذاكره للموضوع ده جواه، وبتكون صغيره جدا وسريعه جدا جدا. ولكن هل الطريقه اللي بننظم بيها الاوامر دي في الرام بتفرق في حاجه؟ طبعا الكمبيوتر زيه زي الانسان، لو ما ظبطتلوش الاوامر اللي هينفذها بشكل حلو كده ومنظم مش هيديك شغل تمام. واللي بيقوم بالدور ده بقى هو نظام التشغيل، وهو اللي بيحدد ازاي الرام دي هتتقسم والشكل اللي هتتحفظ فيه العمليات، وكمان انهي واحده فيهم اللي هيخلي السي بي يو ينفذها الاول. سكرتير من الاخر. واللي بيعمله كالاتي، اول ما بتفتح برنامج جديد على نظام التشغيل بيكريت له عمليه زي ما قلنا قبل كده، ومع كل برنامج بتفتحه بيقعد يقسم الرام لاجزاء منفصله، كل جزء خاص ببروسيس او عمليه معينه بيتحفظ فيه
كل الأوامر والبيانات المطلوبة لتنفيذ العملية دي. ولو بروسيس منهم عايز يكلم بروسيس تاني لازم يرجع لنظام التشغيل إنه يكلم البروسيس التاني ده، ونظام التشغيل بيستخدم شيء علشان يخلق وسيلة التواصل دي وهي Inter Process Communication، وده هندردش فيه في حكاية تانية. وكل بروسيس لازم يكون فيه ثريد واحدة على الأقل أو مهمة علشان يقوم بتنفيذها، وإلا العملية نفسها أو البروسيس مش هيبقى ليه لازمة، ونظام التشغيل هيعتبرها خلصت وساعتها هيقفلها وهيركز على غيرها. مثلا لو افترضنا ان العملية هي انك فتحت المتصفح وبعدين فتحت اكتر من موقع، كل موقع من دول بيتكريت له ثريد جديدة مطلوب تنفيذها، ونظام التشغيل بيستخدم للموضوع ده برنامج جواه هو السكادجولر علشان ينظم العمليات دي بالشكل اللي قلنا عليه، وبيبعت للسي بي يو واللي بيوزعهم على الكورز وهاتك يا تنفيذ. وبس كده، ولحد هنا خلصت حكايتنا، واشوفكم في الحكاية اللي جاية من حكايات كودكس لاين، والسلام عليكم.